السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست عشوائيات برمجية، واللي بيقدمه ليكو عمرو سعيد. بصراحة الحلقة دي مبسوط شوية عشان خاطر لسه جايب مايك جديد، والمايك بستاند كده بقى وواقف أسد كده على المكتب. فتحس كده ان انا مديني كده احساس كاريزماتيك شوية، اللي هو انا بودكاستر بقالي مثلا 20 30 سنة بعمل بودكاست. فدي من الحاجات اللطيفة يعني اللي حصلت. والصوت بصراحة حاسس ان هو اوضح بكتير من الحلقات اللي فاتت. يعني الحلقات اللي فاتت انا كنت بتكلم وفي ناس حواليا، لان انا كنت بتكلم من الموبايل، فتلاقي ان اي هوا بيحصل اي حاجة بتتسجل في الصوت. لكن ده بصراحة حاسس ان النويز كانسليشن فيه احسن بكتير، والصوت اوضح كده، وتحس ان هو يعني احسن بكتير يعني. بس فدي من الاخبار اللطيفة. الحلقة دي بقى هنتكلم عن واحدة من التوبكس الشائكة سيكا، وهي العلاقات التوكسيك. وهنا بالعلاقات التوكسيك ما اقصدش العلاقات التوكسيك، انا اقصد العلاقات التوكسيك في بيئة الشغل او في بيئة العمل. انا ما بحبش بصراحة ان انا اكتب سكريبت واتكلم من سكريبت واقعد احكي بقى واقول وكذا، وبحس ان انا روبوت. الصراحة بحب الكلام كده يخرج زي الحلقات اللي فاتت كده من القلب مباشرة، بقى نتكلم وندردش ونحكي. آه، فيعني فلازم تبقى واخد بالك من النقطة دي لما انا بتكلم عن المواقف وبتكلم عن حاجة. عادي وارد تلاقيني مثلا اتكلمت في النص في حاجة مثلا يعني بغير الترتيب. وارد تلاقي الكلام، اعتبر كأن البودكاست ده لايف كده وانا بحكي لك فيه او قاعد بدردش معاك. حاجة تانية من الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها في الحلقة دي، ولازم تبقى واخد بالك منها، ان المواقف اللي احنا هنذكرها هي مش بالترتيب، ومش شرط كلها تكون حصلت معايا. ومش هذكر طبعا اسامي شركات ولا اسامي اشخاص، ولكن يعني انا هذكر بس المواقف والحاجات اللي حصلت فيها وفي المواقف دي بس. فعشان خاطر ما تعتمدش على ان الكلام اللي انا هقوله بترتيب معين، فتروح بقى على لينكد ان تقول ده اشتغل في الشركة الفلانية دي في السنة الفلانية واتكلم الاول عن موقف كده، فغالبا بنسبة كبيرة قصده ان ده حصل في الشركة دي. فلا، هو الموضوع مش كده خالص. الموضوع ملوش اي علاقة يعني بترتيب الشركات ولا ترتيب الاحداث ولا اي حاجة. هي مواضيع عشوائية كده هتكلم فيها، بحيث ان انت يعني تبقى عارف ان الحاجة دي توكسيك. المشكلة مش فيك، فلا، المشكلة ان البيئة توكسيك. طيب، خلينا كده نسمي الله كده ونبدأ ونحكي عن واحد من اشهر الصراعات في تاريخ السوفت وير، على الاقل بالنسبة لي. يعني اللي هو الدراسة عملتها انا وواحد صاحبي، وهو الصراع الازلي ما بين تيم البيزنس وتيم التكنيكال. يعني في دايما كده الصراع، تحس ان هو يعني تحس ان هما الاتنين معتبرين كل واحد منهم كده ان انا من كوكب تاني، وان انا الاحسن، وان انا اللي كلامي صح وانت اللي كلامك غلط. دايما كده الناس بتاعت البيزنس اوقات كتير بتبص كده. يعني مش عايز اقول دايما برضه عشان ما يتاخدش عليا ان انا بعمم، ولكن اوقات كتير الناس بتاعت البيزنس بتبص على ان الناس بتاعت التكنيكال على انهم اقل منهم. ناس جيكس كده طبعا بيعملوا سحر وبيعملوا حبة حاجات، ولكن المفروض ان هم يسمعوا الكلام، يخلصوا في الديدلاينز بالظبط، يعملوا مش عارف تك تك تك، وهم المفروض هم اللي معطليننا دايما. التيم التكنيكال هم التيم الوحش اللي معطلين. ودايما التيم التكنيكال باصص لتيم البيزنس: انتوا تيم ما بتفهموش، انتوا مش عارف كذا، انتوا انتوا مش فاهمين الدنيا ماشية ازاي، مش عارف كذا، انتوا بتلبسونا مع العميل، انتوا وهكذا. ففي الصراع ده دايما كده موجود ما بين التكنيكال والبيزنس. وتاني ما يعني هتلاقيني بذكر كلمة دايما دي كده دايما من باب من باب يعني ان هو بيحصل كتير، مش معناها خالص ان كل الناس كده، لا. لكن يعني لو لقيتني بقول كلمة دايما فمعناها ان هي بتحصل كتير، هي بس كلمة بستخدمها كتير كده بتتكرر كتير على لساني يعني. فلما تلاقي الصراع ده كده بيحصل في شركة وانت في الشركة دي، وتحس ان انت متخوف كده من البيزنس، وتحس ان في ترقب كده وانت في التكنيكال تيم من البيزنس او العكس، فانت تأكد كده بنسبة 100% ان انت في انفايرومنت توكسيك. ومش المشكلة خالص فيك انت كشخص، لا، هي فعلا المشكلة في التعامل ما بين البيزنس وما بين الناس التكنيكال. المفروض التعامل ما بين البيزنس والناس التكنيكال يكون ان هما مكملين لبعض، وهما الاتنين بيزقوا بعض ناحية ان احنا عايزين نطلع برودكت للكاستمر، وعايزين نحقق الاوبجيكتيف بتاعنا بان احنا
نحقق في الاخر ان العميل يستفيد من الحاجة اللي احنا عايزين نعملها. احنا مش فريقين متضادين، ومش فريقين في ما بيننا مشاكل او المفروض يكون في ما بيننا مشاكل. ويا سلام كمان لو الشركة اللي انت بتتكلم عليها وحاصل فيها الكلام ده شغالة اجايل، اللي هو كل القصص دي ملهاش اصلا علاقة بالاجيليتي بجنيه. لا، اللي هو اصلا الاجيليتي بيقول لك ان احنا عايزين كلنا نشتغل مع بعض كده في هارموني، والدنيا تبقى بيس، والكاستمر معانا وقاعدين بنحتفل ونعمل يعني عيد ميلاد. وتحس كده الاجايل بيقول لك ايه يا جماعه، حبوا بعض في حتت كده معينه كده، يقول لك في برنسبلز كده معينه، حبوا بعض يا جماعه، الكاستمر مهم جدا، وانتوا الاتنين ولاد ناس شغالين مع بعض، عايزين نساعد بعض كده ونخلي الدنيا احسن. لكن لو لقيت الشركة بقى شغالة اجايل وكمان فيها الصراع اللي هو الداخلي ده، فلا طبعا الحاجة دي توكسيك وملهاش اي علاقة بالاجيليتي بجنيه يعني، او بربع جنيه حتى. من المواقف الكوميدية جدا مثلا اللي انا عاصرتها وشفتها بعيني في موضوع الصراع الازلي ما بين البيزنس والتكنيكال ده، ان دايما تلاقي الناس بتاعت البيزنس تروح مصطادلك كده واحد جونيور في ميتنج ويسألوه، يقولوا له ايه، يقولوا له هي التاسك دي تخلص في قد ايه، يختاروا كده تاسك كومبلكس صعبانيه وهم حاسين ان هي ممكن تاخد وقت. فيقولوا ايه، يسالوا كده واحد جونيور ولا واحد فريش، يقولوا له هو التاسك دي تخلص في قد ايه، فيروح قايل لهم بعون الله تخلص في يومين. جونيور فريش غلبان يعني، الراجل غلبان لسه ما لسه مش عارف يستمت الحاجه صح، مش عارف يحدد التاسك دي ابعادها ايه، بس رزع واحده كده، ايه اللي هو بيرزع واحده ايه دايما، اللي هو يومين وتخلص يا باشا، ساعه واحده وهتخلص يا باشا. فطبعا الشخص اللي هو بتاع البيزنس بقى او السكرام ماستر او ايا كان بقى الشخص بقى اللي هو بيسأل السؤال ده، لان شفته بتتسأل السؤال ده من سكرام ماستر، وشفته بيتسأل من برودكت اونر، شفته من كذا حد، يروح قايل لك ايه، يروح قايل لك يجي للتكنيكال تيم بعد الفترة دي يقول له انتوا مش قلتوا ان التاسك دي تخلص في قد كده؟ فتلاقي طبعا ايه اللي هو السوفت وير انجينيرز قاعدين بيبصوا لبعض، والسينيور سوفت وير انجينير قاعد يبص مش عارف للسينيور سوفت وير انجينير التاني، والتيم ليد قاعد بيضرب كف على كف ويقول انا يا بنتي، انا قلت كده. وفي الاخر يكتشفوا ان في واحد فريش غلبان يا عيني، واحد جونيور، جه البرودكت اونر راح ضحك عليه وقال له ايه، امضي هنا، امضي هنا التاسك دي تخلص، امضي ان هي تخلص في ساعتين ولا تخلص في يوم. وطبعا الصراع ده والله انت ممكن ما تكونش متخيل ان ده بيحصل، بس انا ممكن يعني ايه، لا فعلا فعلا بيحصل. انا شفت الموقف ده بعيني اكتر من مره، ويعني من المواقف المضحكه المتكرره كتير اللي ما حصلتش معايا انا شخصيا، يعني حصلت معايا، يعني ما حصلتش معايا شخصيا بس حصلت مع ناس كمان اعرفها، ولما كانوا بيحكوا ويتكلموا في النقط دي كنت بقعد اضحك بشكل ايه اللي هو هستيري، اللي هو يعني والله عارف انت اللي هو تحس ان هو شغل ايه يا جماعه، ده مش سوفت وير انجينيرنج، وده مش يعني ايه، مش شغل برضو ايه، يعني احنا مش كده، احنا اكبر من كده، اكبر من ان احنا نعمل كده يعني. ف فالحاجات دي لما بتحصل طبعا بتبقى حاجات سيئة جدا، وتأثيرها بيبقى على الانفايرومنت يعني عنيف. لان الجونيور او الفريش اللي انت جايبه بعد كده هو مش هيديك ثقة، ومش هيدي تراست ان هو يقول لك اي حاجة، دايما هيبقى قلقان، دايما هيبقى خايف يتكلم في اي حاجة، خايف يتكلم في اي مشكلة، مش هيديك فيدباك لو هو مزنوق ولا لو بيحصل اي حاجة، لان هو عارف ان انت شخص بتضحك عليه او عايز تضحك عليه، ودايما مترقب ليه مثلا، او دايما ايه اللي هو عمال تضغط عليه، انجز في خلال يومين، انجز في خلال كذا. فالدنيا لما بيحصل فيها كده بصراحة الموضوع بيبقى سيء جدا، والانفايرومنت بتبقى مؤذية، وبتلاقي الانفايرومنت كلها بقى بتتحول بالتدريج كده بقى، يعني السم هتلاقيه بينتشر بقى في المؤسسة كلها، والمؤسسة بتتحول لإيه، لصراعات داخلية كده وفرق في الشركة. برضو من ضمن الحاجات التانية التوكسيك اللي بتحصل في الانفايرومنتس برضو، ان انت تلاقي واحد مثلا من التكنيكال ليدز ولا السينيورز ولا حاجة، تلاقي في واحد كده متكبر جدا، اللي هو انا جامد جدا وتنين واحسن واحد في الشركة، فانا هتعامل مع الناس كلها بدونية، وهتعامل مع الناس كلها ان هم ما بيفهموش، وازاي انت مش فاهم دي، وازاي 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 وازاي. طبعا الحاجات دي كلها لو انت تعرضت ليها في لحظة، ولو انت حسيت ان انت بتسأل حد وهو اتعامل معاك بالشكل ده، فصدقني المشكلة مش فيك خالص. وعادي ان انت تكون مش عارف حاجة، وعادي ان انت تكون مش فاهم حاجة، اي حد بيتعامل معاك بشكل فيه نوع من انواع الدونية لمجرد ان هو تكنيكلي شاطر. ف... فدي حاجة سيئة جدا، فدي حاجة سيئة جدا، وما تخليهاش تأثر عليك وتحسسك ان انت عندك مشكلة، لان لا، المشكلة في الشخص اللي قدامك. والمفروض لو بيتعمل ايفالويشن مستمر للشخص ده مثلا، او بيتعمل ايفالويشن مستمر في الشركة، وبيجي فيدباك اللي هو 360
الفيدباك ده آه، يبقى دايما الشخص ده هيطلقت منه او هيتعرف عنه النقطة دي، ولازم يبقى في اكشنز ولازم تتصلح. ولكن طبعا لو هو مفيش حاجة زي كده، فممكن طبعا البيهيفيور ده يفضل مكمل. وكمان طبعا ساعتها برضو كمان المفروض نعتب على الهايرنج بروسيس ان هي ما اخدتش في اعتبارها ان الشخص يكون كده، لان المفروض اصلا يعني تهاير فور اتيتيود اكتر منك ان انت تهاير فور تكنيكال سكيلز. الاتيتيود مهم جدا، تكنيكال سكيلز خصوصا كمان. يعني في الحاجات اللي هي فيها تعامل مع بني ادمين كتير، واحد تيم ليد ومثلا بيتعامل مع جونيورز، وبيتعامل مع مثلا سينيورز، وبيتعامل مع فريش، وبيتعامل، فانت عايز اتيتيود، عايز الراجل ده بيتعامل مع ناس كويس، ما يطفش الناس، عايزه يعلمهم، عايزهم يفضلوا كده في الشركة. حتى كان في حد او في مقولة كده الناس دايما بتحب تستخدمها، بيقول لك موضوع التيم ليد ده سبحان الله رزق ولا حظ. اللي هو انت ممكن تخش شركة فعلا التيم ليد يخليك انت حابب الشركة جدا جدا وعايز تكمل فيها طول حياتك، وممكن تخش شركة تيم ليد يقفلك تبقى نفسك يعني في اقرب فرصة ان انت تسيب الشركة. مش هتفكر بقى ايه الشركة وحشة الشركة حلوة، لا، التيم ليد اصلا قفلك من حياتك. مش بقول ان التفكير ده صح، ولكن ده فاليد وبيحصل، وبيحصل كتير جدا. فلازم تبقى عارف ان انت لو لقيت شخص كده هو تكنيكالي كويس، وهو شخص قوي جدا، ولكن بيقلل منك لأي سبب من الأسباب، بيتعامل معاك بشكل كده اللي هو أنا أحسن منك مثلا، فأنت المفروض إيه الأسئلة الغبية مثلا اللي أنت بتسألها دي، ولا إيه الحاجات يعني الساذجة اللي أنت بتقولها دي، تأكد إن أنت يا سيدي الفاضل المشكلة والله ما فيك. المشكلة في الشخص اللي بيتعامل معاك بالشكل ده. والمشكلة في اسلوبه، وهو المفروض زي ما قلت لو في evaluation process محترمة الشخص ده يا اما يتغير البيهيفير بتاعه، يا اما يعني الشركة تحاول ان هي خلاص بقى يعني ايه تمشيه، وتقول انه ان يعني انت مثلا في الانفايرمنت بتاعتنا بتعمل نوع من انواع الاذى او بتخليها توكسيك انفايرمنت، وده مش من ضمن الحاجات بتاعت الكالتشر بتاعتنا، او مش من ضمن الحاجات اللي احنا عايزينها في الكالتشر بتاعتنا. على ذكر الصراعات افتكرت حاجة دلوقتي برضو، وهي في صراعات برضو داخلية بتحصل برضو، مش ما بين بس ايه بقى، مش ما بين مش ما بين البيزنس بقى والتكنيكال ده كمان. احنا لو دخلنا بقى جوه التكنيكال، تيجي بقى التستنج تيم مثلا الديفلوبرز، مثلا الكيو اي والديفلوبرز. تيجي انت تروح عامل الفيتشر ومخلص الفيتشر ودماغك يعني خلاص بقى رايقه مبسوط كده بقى، عملت ايه، ميرج للفيتشر ولا حاجه والدنيا خلصانه، ويروح الكيو اي بقى عشان يعمل لها تيستنج بقى ويبص عليها كده ويطلع لك حاجتين تلاتة. فانت تبص كده على الحاجتين تلاتة، تبقى قاعد بقى مخنوق ومتضايق، ازاي يطلع لي حاجتين تلاتة، ده انا الديفلوبر اللي مفيش حد قدي في الكوكب. وتحس كده احساس كده من جواك. طبعا انا عارف ان الاوقات كتير الاحساس ده بيبقى نابع من فكرة ان انت خلصت وما صدقت خلصت الحاجة، ولكن بيبقى فيه برضه ناس بتحس ايه اللي هو ايه، الكيو اي ده قاصد ان هو يأذيني، يعني هو قاصد ان هو يطلع لي غلطات. مع ان الكيو اي هو الراجل بكل بساطة هو معمول عشان خاطر يتست الشغل بتاعك. يعني هو الراجل جاي عشان خاطر يتست ويجرب الحاجة بتاعتك، فيشوف هي شغالة ولا لأ، فعايزين نطلع حاجات برضو للكلاينت أقل باجز ممكنة. فتبدأ بقى الصراعات اللي هو على فكرة السيناريو اللي انت بتقول عليه ده مش بيحصل، ولو العميل عمله هيبقى عميل تيت 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 ومش عارف ايه. ف... فتبدأ بقى ايه، طيب والصراع التاني بقى، طيب على فكرة الحاجة دي شغالة عندي لوكال، فيعني حاول كده بعد اذنك تكلير الكاش، عشان خاطر بص اي حاجة دايما تتزنق منها في حياتك او تتزنق فيها في حياتك قول كلير كاش على طول، بجد. يعني لو حد مثلا قال لك انا هطلع الفيتشر الفلانية دي و... وجيت انت مثلا تتستهل لقيت ان الفيتشر الفلانية دي مش شغالة، كلير كاش. هو برضو لو لقاها برضو مش شغاله عندك، دايما لو انت في الشخص اللي هو بقى مطلع الفيتشر قول له كلير كاش على طول. لو انت مثلا حد وقفك في كمين قول له كلير كاش بعد اذنك يا فندم عشان خاطر ايه، عشان خاطر تعدي. فهتلاقي نفسك ايه دايما في حياتك كلير كاش دي حل ايه، حل سحري دايما لكل حاجه. اللي هو مثلا هي زعلانه منك، او بابا زعلان منك، او ماما اي حد زعلان منك كلير كاش على طول. يعني هي فعلا حل سحري كده، تحس ان هو اي حد بيتزنق في اي حاجه يقول كلير كاش. فنقطة الكلير كاش دي
من اشهر الحاجات اللي بتحصل في السوفت وير، ومشكله والله انا بتكلم جد يعني، هي المشكله ان هي بتبقى اوقات شغاله، يعني فعلا الاوقات بيبقى في مشكله في الكاشنج، وهي دي دايما اللي بيخليها مستمره لحد دلوقتي. ان فعلا حته الكلير كاش بتحل اوقات كتير، وفعلا بيبقى المشكله في الكاشنج. طبعا هو ساعتها بقى ممكن نرجع للايشو الاكبر اللي هو الكاشنج ده سببه ايه. طب الويب سيرفر اللي احنا بنستخدمه الكاشنج بيعمله لمده قد ايه بالظبط، وبينفاليديت الكاش في كل قد ايه. طب الاستراتيجي بتاعت الكاشنج، طب ولكن هي مشكله فالid. فرجوعا بقى، عشان خاطر احنا بعدنا او رحنا لقصه الكاشنج دي. الصراع اللي هو ما بين الكيو اي وما بين الديفلوبرز، نفس الفكره بالظبط. لازم تاخد بالك ان والله احنا مش ضد بعض يا جماعه، مش الكيو اي لازم يتعامل بحساسيه مع الديفلوبرز، والديفلوبرز لازم يبقوا ايه، خايفين ومترقبين الكيو اي يطلع. عادي يا جماعه يعني، هو اصلا احنا شغلانتنا هي is about solving bugs او resolving bugs. يعني انت في الاول وفي الاخر انت قاعد بتحل ايشوز، قاعد بتصلح مشاكل. هطلعت الفيتشر عادي، هتطلع ممكن تطلع فيها مشكله طبعا. بيحل الحاجات دي حاجات كتير جدا وبيقللها، زي وجود يونت تيستس، وجود كذا وجود كذا، اكسبتنس كرايتيريا معينه، وديفينيشن اوف دون الى اخره الى اخره. ولكن برضو وجود الباجز شيء يعني ايه، شبه يعني اجباري هيحصل. فلازم ان انت تكون متوقع عادي ان الكيو اي يطلع لك باجز وتشتغل. وبرضه هو مش الراجل مش ضدك يعني، ومش عايز يأذيك يعني. بلاش نحط في اعتبارنا ان هو لازم يبقى ايه، مادام بيعمل كده يبقى الراجل ده هو مستقصدني يعني. لا، مفيش الكلام ده. وبرضه الصراعات التانية ما بين التيمز وبعضها، لو تيم بيعمل انتجريشن مع تيم تاني ويعني ومش عارف الاي بي اي مالها وكذا، طب ادونا اكسس على ايه، طب اعمل لنا، طب ونقعد بقى متنشنين مع بعض في حاجات. حاولوا دايما يا جماعه إن في النقط دي بتاعت الشغل بالذات، او لو انت الشخص يعني بالنسبه للشخص اللي بيسمعني البودكاست يعني او بيسمع البودكاست، حاول ان انت دايما تبقى شخص مرن. يعني ساعد غيرك وسهل عليه حياته، وفي نفس الوقت برضو يعني ايه، احفظ حقوقك واعمل كل حاجة، ولكن برضو خليك الشخص المرن اللي بيسهل على الناس عشان الناس تسهل عليك. لان فعلا فعلا كل ما بتصعب على غيرك انت كده كده بتصعب على نفسك. يعني انت كل ما بتصعب على غيرك بتحرق وقت في ان تخلي الناس تروح وتيجي وتقعد وفعلا هتلاقي نفسك بتتعب نفسك. اكيد الشخص اللي بيسألك مثلا او بيطلب منك حاجة، اكيد الشخص اللي بيتعامل معاك، اكيد الشخص اللي هو يا اما بيعمل حاجة هو شغله، او هو عايز يخلص شغل او عايز. فبلاش ناخد دايما الموضوع على انه ايه، ان هو تضييع وقت ليا، وان لا ده بيحاول يلبسني ده كذا. خليك حذر دايما، وخليك كذا، بس في نفس الوقت ايه، سهل على الناس وانت شغال معاها، وخليك ايه مرن كده. اللي هو ما تاخدش دايما الاتيتيود بتاع الديفenس، ولا ومش هنقدر ومش هنعملها ومش هنعمل كذا. لان كده يعني في الاول وفي الاخر ما هو ده شغل، واحنا عايزين نعمل حاجة وعايزين ننتج، واللي بيطلب منك زي ما احنا قلنا هو اوريدي شخص بيشتغل يعني، هو مش بيضيع وقت. فدي حاجة برضو من الحاجات اللي انت لازم تكون ايه واخد بالك منها. وزي ما قلت السرعات دي لو حصلت في environment، ولقيت نفسك بدأت تحس كده ان انت بقيت جزء من الصراعات دي، لا فرمل الدنيا كده، واقعد مع نفسك وفكر وقول لا، انا مش هبدأ اخش او اتعامل بالاتيتيود ده. وخليك انت دايما نقطة التغيير يعني. خليك انت الشخص اللي دايما بيوصل للناس يا جماعة عادي، يعني ايه يعني لما حصل كذا، طب ايه يعني لما الكيو اي مش عارف، الموضوع بسيط. فاهم قصدي؟ يعني خليك دايما مش شخص بس بيتأثر وخلاص وبيتعود على الانفايرومنت وبيعيش فيها كده بالتوكسيكيتي اللي فيها. لا يعني خليك ايه، شخص قادر ان هو ياخد باله من الحاجات التوكسيك دي، وان هو يأثر على الناس بشكل ايجابي ويغير افكارهم. لان فعلا الناس اللي بتعمل كده والناس اللي عندها مبادرة في الحاجات دي فعلا هي valuable جدا لأي organization. وفعلا اكتر ناس انا شفتها قوية في حياتي، واكتر ناس شفتها على المستوى التكنيكال وعلى مستوى التعامل مع الناس كويس جدا، هم الناس اللي عندهم الانيشيتيف دي، هم الناس اللي قادرين ياخدوا بالهم من الحاجات اللي زي كده ويكونوا مؤثرين اكتر من ان هم يكونوا بيتأثروا. فدي حاجة من الحاجات المهمة اللي انت لازم تكون حاططها في اعتبارك. بالنسبة برضو يعني واحدة برضو من المشاكل اللي بتحصل والحاجات برضو اللي هي بتبقى توكسيك في الانفايرمنتس، هي جزء الايفالويشن بتاع التاسكات. ممكن يكون ملمس معانا في اول نقطة اتكلمنا عنها، بتاعت فكرة ان حد يدي استيميشن لتاسك مثلا برقم صغير. ولكن الاستيميشن بتاع التاسكات الناس دايما بتتعامل معاه على انه هو
امر الهي او قرآن. يعني الديفلوبر الفلاني لو قالك ان التاسك دي الاستيميشن بتاعها كده بس ما خلصتش، يبقى كده الديفلوبر ده كده غلطان، والمفروض ان انا اقول عليه ان هو ايه، شخص كده بي ايه ما بي مش ماشي كويس. مع ان اصلا المشكله ممكن تكون في الطريقه بتاعت الايفالويشن او الطريقه بتاعت الاستيميشن. انتوا بتعملوا استيميشن غلط. ممكن تكون التاسك ما تحصلهاش بلاننج كفايه، او ما تخططلهاش كويس وتوصفت كويس. ممكن يكون التاسك طلعت صعبة وملهاش علاقة بالاستيميشن. ممكن ده بسبب قلة خبرة، بسبب ان الناس معظمها مثلا ما كانوش انفولفد في حتة معينة. يعني كل التيم اللي موجود حاليا مثلا هو شغال على جزء معين من السوفت وير، وفي جزء اتفتح دلوقتي بس كان تيم قديم هو اللي شغال عليه، يعني حصل فيه مشكلة وعايزين نظبطه. فهنا الاستيميشنز برضو هتبقى مش دقيقة. فعشان كده لازم نتعامل برضو مع الحاجات الاستيميشن دي، برضو ما نديهاش اكبر من حجمها، لان الاستيميشن بس هي حاجة بتحاول تقربنا للحقيقة، ولكن الاستيميشن مش اكيوريت خالص. ويعني في معظم الاوقات ما بيبقاش فعلا بيدي نتائج صحيحة. بس احنا بنحاول نقرب الدنيا شوية. حاجة تانية من الحاجات برضو التوكسيك جدا في الانفايرومنتس، الناس اللي هي بت ايه، عارفين كده، بتقعد تشجع على حاجة اسمها السنس اوف urgency، اللي هو احنا الشركة تمام والريتم بتاعها مظبوط والدنيا ماشية زي الفل ومفيش اي مشكلة في الريتم بتاعنا ان هو يكون ماشي بشكل متوسط مش سريع. بس في ناس تقعد تحسسك ان احنا محتاجين نخلص الحاجة دلوقتي، العميل مستعجل، الدنيا خربانة يا جماعة، يلا بسرعة نلحق، مش عارف نعمل ايه، يلا نعمل ايه. عارف انت السنس اوف urgency ده اللي هو بيخلي الناس كلها حاسة ان هي على اعصابها وحاسة ان هي شغالة، مع ان ممكن يكون الديدلاينز عادي. يعني لو حطيتها بشكل معقول الناس تمشي بشكل مظبوط وتديها مساحة للإبداع وتديها مساحة ان هي تطلع الشغل بشكل كويس. ولكن في فعلا ناس هي عندها الحاجة دي، عندها التوكسيك صفة دي اللي هي بتخليك ايه، عندك دايما ان انا مستعجل، انا عايز اخلص اعمل كذا، انا عايز اعمل كذا، عايزكم تعملوا كذا يا جماعه بسرعه بسرعه. هو طب ليه السنس اوف urgency ما الدنيا ماشيه مظبوط؟ ليه نعمل بريشر او نعمل كده ضغط في الاورجنايزيشن مثلا او في التيمز والموضوع مش مستاهل الضغط ده؟ فانت لو واحد من الناس دي او واحد من الناس اللي بتتعرض لحاجه زي كده، حاول دايما ان انت تريز فلاج وتقول يا جماعه احنا عايزين نعرف بس هل يعني فعلا في ان الدنيا urgent ولا احنا بنعمل ايه بالظبط، بحيث ان الحاجه الفلانيه دي انا ممكن لو خلصتها بشكل كويس وبشكل معقول يبقى الكواليتي بتاعتها حلوه وتطلع بشكل كويس. ولو انا في بالشكل اللي هو بتاع ان احنا مستعجلين والكلام ده كله، ممكن ده يعمل مشاكل لو طلع بشكل مش مناسب. فدايما لازم تريز فلاج كده على الحاجات اللي هي بيبقى فيها ايه، حتة اللي هو الايه، السنس اوف urgency دي، اللي هو انا محتاج الحاجة تخلص بسرعة جدا. طيب، ايه تاني برضو من الحاجات التوكسيك اللي بتحصل؟ الحاجة دي هي قد تكون شوية مش منتشرة، ولكن ده باترن برضو من الباترنز اللي انا شفتها ولازم تبقى واخد بالك منه. خصوصا يعني الكلام ده اكتر للناس اللي هي في موضع ان هي تبقى تيم ليدز. في تيم ليدز بتعمل ايه، تخش مثلا على تيم معين و... والتيم اللي تخش عليه ده بيبقى فيه مثلا كذا حد، وناس من باك جراوندز مختلفة، وناس ليها صفات مختلفة، اللي بيخلص التاسك بسرعة، اللي بيخلص التاسك بكواليتي كويسة، اللي مش عارف بيعمل ايه. وتلاقي التيم ليد ده هو عنده ناس مفضلة. يعني هو عنده شخص مفضل مثلا بيخلص له الشغل بسرعة، فانا دايما هرمي على التاسكات على الشخص ده، او دايما ده هيبقى الشخص المفضل اللي انا بحب اتكلم معاه وبحب اعلمه وبحب ان انا ازود له النولج بتاعته. الحركة دي لو في تيم ليد بيعملها او لو انت تيم ليد وبتعملها، خد بالك لان دي حركة مؤذية جدا. وقد تبدو في ظاهر الامر ان انت بتعمل حاجة كويسة، ولكن الحركة دي حرفيا بتدمر التيم. اول حاجة، الشخص اللي انت قررت ان هو الشخص المفضل بتاعك، وعلى فكرة ده اوقات كتير بيحصل بشكل غير واعي، عشان ما تفتكرش ان ده اوقات كتير بيحصل وانت مركز ان انت عايز تعمل ده، ولكن هو بيحصل بشكل غير واعي. فانت لازم تبقى لاقط نفسك هل فعلا انت بتعمل ده ولا ما بتعملش ده. فالتأثير بتاع الموضوع ده ايه، لو الشخص الشاطر اللي انت اخترته وعايز تركز معاه قوي وعايز ان انت يعني تحسن مستواه او تحمل عليه، اولا الشخص ده هيتضغط حتى لو كان بيتعلم، هيتضغط وهيحس ان هو كل حاجة قاعدة عمالة تترمي عليه. وفي نفس الوقت ايه، الشخص ده كده ممكن ايه يحصل له بيرن اوت، وتلاقي نفسك ان انت يعني ايه،
بقت مثلا اذي واحد من الناس اللي هي الفاليبل جدا عندك في التيم. بجانب ان هتلاقي لو الشخص ده مشي التيم عشان خاطر ما اشتغلش على حاجات زي الشخص ده، فهتلاقي ان انت خلقت بوتل نيك في التيم عندك بقت موجودة. والبوتل نيك دي وانس ان هي خلاص اصلا، يعني البوتل نيك دي مشيت، الناس بقى بدأت تحس ايه؟ بغيابه بقى خلاص. يعني بدأ يحس بقى ان الراجل ده كان موجود، كان شغال على الحاجات الفلانية دي، واحنا مش عارفين نسد مكانه لان احنا ببساطة ما اشتغلناش عليها. فانت حرفيا فضلت حد، حطيت عليه لود، ممكن يكون زهقته ووصلته لمرحلة ان هو بقى مضغوط جدا، خليت الموضوع بقى بوتل نيك والتيم في غيابه مش عارف يتصرف. وفي نفس الوقت بقى التيم التاني حاسس ان هو، او باقي التيم يعني، حاسس ان هو مش متقدر كفاية، مش بيتعلم كفاية، مش بياخد تاسكات قوية كفاية، فحاسس ان هو بقى من الناحية التانية مش مضغوط، حاسس ان هو ما بيتعلمش حاجة فهيمشي. فالحركة اللي انت عملتها دي هو اتيتيود واحد بيحصل بشكل غير واعي، ولكن حرفيا كفيل ان هو يدمر التيم. يعني ايه؟ ويخلي كده الناس كلها حاسة ان هي مش مستريحة. ده في ناس كمان بتعمل ده بشكل مباشر، يعني اللي هو بيختاروا الناس، يا جماعة التاسك دي كذا، انا هختار كذا عشان خاطر مش عارف ايه، بيصرحوا بده. فلو انت بتصرح بده وما بتعملش ده، يعني لو انت بتعمله بشكل لا واعي ماشي، يعني ابدأ القط الباترن وخد بالك وما تعملش كده. اشتغل على المميزات بتاعت كل واحد في التيم بتاعك، وفعلا هتلاقي التوتال شغل والتوتال حاجات كده اللي بتطلع من التيم والبرودكتيفيتي بتاعت التيم عالية جدا. لان كل واحد عنده ميزة مختلفة عن التاني. مش شرط اللي بينجز شغل بسرعة ان ده يكون احسن حد، ممكن يبقى حد عنده افكار كرييتيف، ممكن يبقى حد شاطر في دوكيومنتيشن، حد مش عارف شاطر في ايه. فانت استغل كل الحاجات اللي عند الناس كلها، ونملهم الباقي، خليهم ينموا الحاجات اللي ناقصة عند بعض. وزي ما بقولك في ناس بتعمل ده بشكل مقصود بقى، اللي هو انا هقول ده، وطبعا دي مشكلة اكبر واكبر ان هو يكون على قناعة ان هو عايز يعمل كده. ودي بصراحة بحسها يعني حاجة مش اصح حاجة. يعني ممكن نختلف في الرأي في الموضوع، ولكن بصراحة بحسها مؤذية للتيم او لباقي التيم. فدي واحدة برضو من الحاجات التوكسيك اللي بتحصل. طبعا في ليفل من الحاجات التوكسيك بتحصل، بس هي الحمد لله مش موجودة بشكل مكثف في المجال بتاعنا او في السوفت وير انجينيرنج، خصوصا كل ما تروح شركات كويسه. فكره بقى ان انت تنقل الكلام بتاع كذا الشخص عمل كذا، لو لقيت بصراحه انت لو لقيت ده في شركه عندك، اللي هو فكره الشخص العصفوره اللي بينقل الكلام والحاجات دي كلها، فعلا لو لقيتها في شركه سوفت وير، فانت في شركه سوفت وير فعلا الوضع فيها صعب جدا. فانت بكل بساطة وبكل هدوء، الشركة دي مش المكان اللي انت المفروض تكمل فيه. خد وقت كده، ابدأ ظبط نفسك، ظبط السي في بتاعك، قدم على شركات تانية وحاول تنفد بجلدك. وقبل ما تقدم على شركة تانية اسألهم على الكالتشر بتاعتهم والحاجات بتاعتهم عاملة ازاي. لان فعلا لو انت في شركة هي بتتعامل بمنظور شخص بينقل الكلام فبياخد كريدت، وشخص مش عارف بيعمل ايه فبياخد كريدت والكلام ده كله، فانت بجد في ايه يعني؟ لا، انت كده في قصة صعبة جدا. والمفروض ان انت ما تكملش فيها كتير، وتحاول تنقل منها وتنفد بجلدك بأسرع وقت، عشان خاطر ما تتشبهش بنفس صفات الناس دي، وفي نفس الوقت ما تتأذيش منهم ويضيع مجهودك على الفاضي. طيب، واحدة برضو تاني من الحاجات التوكسيك واللي في المواقف برضو بتحصل كتير، خلينا نتكلم عنها اكتر بالنسبة للناس الفريش والجونيور. هي يعني مش حاجة توكسيك قد ما هي ايه، باترن بيحصل. الجونيور او الفريش بيبقى فاهمه غلط، فبيحس ان هو ايه، بيعمل ذنب او بيعمل حاجة كده مؤذية يعني. وهو ان لو فريش وجونيور جه، فهو بيبقى اوقات كتير مكسوف يسأل او محرج يسأل او خايف يسأل السينيور اللي معاه، او خايف يسأل التيم ليد اللي معاه لا يكون بيعطلهم. وتلاقيه ان هو مثلا بيعتذر كتير عن حاجه زي كده، وتلاقيه ان هو انا اسف ان انا والله عطلتك، انا مش عارف ايه، ويبقى قاعد كده حاسس ان هو ايه، مش عارف يسأل. انا حابب اقول للناس الفريش والجونيورز، يا جماعه والله الغلط ما عليكم، الغلط مش فيكم خالص. يا جماعه انتوا لما وانس ان انتوا دخلتوا شركه وبتشتغلوا في الشركه، انت مفروض الناس تكون مسؤولة ان هي طبعا توجهك، المفروض الناس تعمل لك اونبوردنج كويس، المفروض الحاجة تبقى دوكيومنتد، ولو مش دوكيومنتد المفروض تسأل، لان كده في مشكلة اكبر ان الحاجات مش معمول لها دوكيومنتيشن كويس. فانت دلوقتي بقيت غصب عنك محتاج تسأل عشان تعرف. فانت اللي انت بتعمله ان انت تعطل حد وتسأل والكلام ده كله، ده من حقك الكامل. بس طبعا
مش معناها ان انا ابقى رخم يعني، لا، ولكن معناها ان انا احاول اوصل زي ايه ميدل جراوند كده ما بيني وما بين السينيورز والتيم ليدز، ان انا اقدر اسالكم في الوقت الفلاني وعندي اسئله بشكل مستمر عشان اتعلم، فانا محتاج اسالها. ولكن انت كده مش بتعمل حاجه غلط، ده حق من ابسط حقوقك كواحد داخل لسه الشركه، عايز يتعلم وعايز يعرف الدنيا. وبالمناسبه ده مش للفريش والجونيورز بس، ده لاي حد، لان ممكن انت تبقى سينيور داخل شركه عايز تتعرف بقى على البرودكت، عايز تتعرف بقى على التكنيكال ديتيلز بقى اللي جوه التكنولوجيز والتولز والحاجات اللي هم بيستخدموها. فانت عندك اسئله برضو عايز تسال في حاجات كتير. عشان كده يا جماعه لما بتيجوا تسالوا وفي الشركه وتلاقي حد مثلا ايه ان انت بتسال حد اكبر منك والكلام ده كله، ماشي اشكره ان هو جاوبك وان هو دعمك في السبورت، لكن يعني بحس ان هي يعني اوفر شويه ان انت تتاسف على حاجه زي كده. لا، ما تتاسفش، لان ايه، حتى وان كان من باب اللباقه، ولكن لازم تبقى انترنالي كده جواك عارف ان انت بتاخد حاجه من حقوقك عادي، وان ده حاجه طبيعيه جدا والمفروض ان الشركه توفرها لك. ولو حصل ان الشركه ما قدرتش توفرها باحسن شكل، فهي عندها مشكله في الاونبوردنج، عندها مشكله في الدوكيومنتيشن، عندها مشكله في النولج شيرنج، ممكن يبقى عندها بوتل نيكس كتير، وعندها اللي هو الاشخاص بعينيهم عندهم النولج كلها، والنولج مش متوزعه في الشركه، فانت بقى بتروح كل شويه لشخص عشان تساله على حاجه معينه. فحاسس ان انت يعني ايه مش قادر ان انت تجيب النولج بنفسك، فبتضطر كل شويه تسال حد. فلازم تعرف ان ده جزء من حقوقك، وجزء طبيعي جدا ان انت تعدي بيه، وجزء مهم جدا ان انت يعني ايه تبقى بتعمله. مش محتاج اسف، لا يعني محتاج بس منك ان انت تكون مرتب مع الناس بشكل كويس، عشان برضو الموضوع ما يتحولش لايه لرخامة عليهم، او ان انت فعلا بتضغطهم وتروح للنقيض اللي هو الناحية التانية. فدي نقطة مهمة جدا. حاجة برضو تاني من الحاجات التوكسيك، او مش من الحاجات التوكسيك يعني، من الحاجات اللي بصراحة انا بحب انها تكون موجودة. يعني لو هي مش توكسيك يعني احب الشكل التاني منها ان هو يكون موجود، وهو فكرة ان الشركة تكون بتشجعك على الكرياتيفيتي والانيشيتيفز. يعني ما تكونش دايما ايه تاسك 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 خلص سلام عليكم، اللي هو الروتين اليومي والكلام ده كله. فكرة ان الشركة تكون روتينية وهدفها بس تسليم التاسكات وخلاص، من غير ما تنمي الموظفين بتوعهم. وتقول لك مثلا ان انت لا، ده الهدف كده كده ان انت تشتغل، والهدف ان انت ايوه، انا متفق مع ده وخلاص ومش مختلف معاه. ولكن جزء برضو مهم جدا ان انت تبقى involved في حاجات فيها initiatives، او involved في حاجات فيها نوع من انواع الكرياتيفيتي، يعني تطور من شخصيتك طبعا، بما لا يتعارض مع الشغل، لان صح كلامهم صح، الهدف في الاول وفي الاخر هو ان انت يعني يعني تسلم بيزنس للكلاينت، صح؟ يعني لو انت حتى بصيت على الاجايل بيقول لك ايه، ان يعني الميجر اوف سكسس، او الميجر بان انت تقول ان في حاجه دان كده او خلصت، هي working سوفت وير. تمام كده. فهي القصه كلها ان مهم جدا طبعا ان انت تسلم الحاجة، ولكن برضو لو الانفايرمنت بتمنعك شوية من حتة الانيشيتيفز والكرياتيفيتي، ممكن انت، مش عايز اقول برضو ان دي حاجة توكسيك لان هي حاجة، بس ممكن تبقى شوية ليها علاقة بالكالتشر بتاعت الشركة، وعلى حسب هي بتفكر ازاي وبتعمل ايه ومدى اهمية البرودكت والبيزنس والكلام ده كله. ولكن دي حاجة من الحاجات اللي برضو هي مش عايزك تاخدها على ان هي غلط فيك، لا، انت ممكن تكون شخص كرييتيف عنده انيشيتيفز، عنده حاجات، فممكن الشركة دي ما تكونش انسب حاجة ليك. ممكن لو رحت شركة تانية تقدر تعمل الحاجات اللي انت نفسك تعملها، وفعلا تأد فاليو مختلفة او فاليو كبيرة في شركة تانية. فدي مش عايز اقولك ان هي حاجة توكسيك، بأكد تاني ان هي مش حاجة توكسيك، ولكن تبقى واخد بالك ان انت مش غلط فيها. يعني انت مش غلط 100%، ولا هم غلط 100%، ولكن انت ممكن تبقى في environment تانية احسن بكتير، وممكن تدي احسن بكتير لو في environment مثلا وفرت لك فكرة الكرياتيفيتي والانشيتيفز. وبالمناسبة انا من الاشخاص دي، يعني انا من الاشخاص اللي ما بتحبش تتأيد بان هو واحد اتنين تلاتة وروتين وخلاص. لا، انا بحب دايما ان انا يبقى في انشيتيفز دايما للتحسين، حاجات فيها شغل productivity، ان هي نعلي البرودكتيفيتي بتاعت الناس ونعلي البرودكتيفيتي بتاعت التيمز. فالجزء ده بصراحة بحس ان هو مهم جدا، وجزء من الحاجات اللي انا بحب ان انا اديفلوب نفسي فيها. فانا لو رحت مكان قال لي لا احنا هنعمل واحد اتنين تلاتة وهو تاسكات على طول، وكل واحد يخلص اللي بيعمله بيسلمه وخلاص،
لا انا بالنسبه لي دي مش احسن انفايرمنت ليا، وبالنسبه لي بالتاثير عليا بيبقى سلبي جدا، يقارب من تاثير حاجات ممكن تبقى توكسيك. يمكن عشان كده انا حطيتها في نفس الكاتيجوري مع انها مش نفس الكاتيجوري، ولكن دي حاجه برضو من الحاجات اللي ايه، اللي ممكن تبقى بالنسبه لك لو انت شخص بتفكر بنفس الطريقه بتاعتي دي، آه، ان هي ممكن تبقى حاجه بالنسبه لك ايه، مهمه، فتحاول تروح على environment توفر لك الحاجه دي. بيتهيألي كده احنا اتكلمنا عن حبة حاجات كويسة، مش عايز اكتر عن كده عشان الحلقة الصراحة ايه ما تكبرش زيادة عن اللزوم. ممكن نتكلم بقى عن حاجات مختلفة، مثلا حلول في حلقة تانية، نتكلم مثلا عن موقف بعينه مثلا، او برضو نفس سلسلة المواقف دي وازاي تتعامل معاها. ولكن الحلقة دي كان هدفها بس ان انا اكلمك عن شوية مواقف من المواقف اللي انا شفتها في خلال فترة الكارير، وازاي الناس بتتعامل معاها، وان انا اقول لك بس ان خد بالك ده مش النورمال، ومش المفروض ان انت تحس بان انت وحش، او تحس ان انت اللي فيك المشكلة. لا، لازم تبقى واخد بالك ان في ريفرنس وفي حاجات بتقول لك الصح والغلط. يعني احنا لو شغالين اجايل ده مش اجايل، لو احنا بنتكلم مثلا في ان الناس الاتيتيود بتاعها سيء، فلا طبعا. لو الكالتشر بتقول بتاعتنا ان احنا مش الاتيتيود بتاعنا المفروض يبقى كده، يبقى الشخص هو اللي غلط مش انت اللي غلط، وهكذا. فلازم تبقى واخد بالك دايما من النقط دي. وطول دايما ما الشركة حاطه لك ريفرنس تقيس على اساسه الكلام اللي بيحصل ده صح ولا غلط، كل ما ده هيبقى مريح للناس كلها. يعني لو شفت شخص بيبليم حد او بيقول وبيلومه على غلطات مثلا او على حاجات عملها، ودي طبعا برضو من ضمن الحاجات التوكسيك، ان انت تقعد تلوم حد وتقعد لو غلط يعني ايه، تكسر مقاديفه والكلام ده كله، دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل في الانفايرمنتس وما بتديش سيفتي. فلو الشركه بتقول ان احنا مش بنعمل او احنا مش بليمنج كلتشر، يعني مش بنلوم بعض، لا احنا بندور على المشكله ونصلحها، مش مهم مين اللي عملها، وبندور على مين اللي عملها. فانت عارف لو حصل بليمنج او حد لامك على حاجه، فانت عارف ان في كلتشر تقيس على اساسها ايه، ان لا، يعني المفروض الشخص الفلاني ده ما كانش يعمل لي بليمنج، والغلط مش من عندي، احنا الكالتشر بتاعتنا بتقول كده. فدايما لما يبقى فيه ريفرنس، كل ده ما بيدي ثقة للناس ان هي تتكلم اكتر وتبقى عارفة ايه الغلط وايه الصح، وكل ما بتبقى حاسة اكتر ان هي سيف، وكل ما ده بيحسن الانفايرمنت، وكل ده ما يبقى متعمم كمان على التكنيكال تيم والبرودكت اونرز بقى، وكل اللايرز بتاعت الشركة، او كل الحاجات الوظائف المختلفة والتخصصات المختلفة. كل ما ده بيخلي الانفايرمنت ايه، احسن ومريحة، والناس هتقدر ان هي تبقى فريندلي مع بعضيها، لان ببساطة احنا كلنا عايزين نشتغل لهدف كويس، ان احنا نسلم حاجة للعميل، وكلنا بنكونتريبيوت كده وبنكولابوريت مع بعض عشان خاطر نعمل حاجة كويسة. فما فيش داعي ان احنا كلنا نبقى متنشنين، ما فيش داعي لأي نوع من انواع الصراعات. الدنيا سهلة، يعني الدنيا سهلة، اوقات كتير احنا اللي بنصعبها، ولكن فعلا الدنيا بسيطة. بس كده، واشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله. السلام عليكم.